ايه ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ايه رأيكم في الطاجن البطاطس باللحمة الجميل ده؟ بجد روعة جدا، والبطاطس زبدة واللحمة زبدة، طعمها يجنن. طبعا عملنا رز بني جنبها. هنا طبعا عادي هنسلق اللحمة عادي، طبعا كلنا شطار وبنعمل الحاجات دي. كيلو اللحمة ده كان عندي طبعا موجود في الفريزر، طبعا لما كانت اللحمة رخيصة، بس دلوقتي طبعا رفعت جدا. تمام، فقلت طبعا هعمله معاكم قبل الصيام، عشان احنا قربنا نصيم طبعا. انا هغلي المية عادي جدا واقعد وانزل بالتوابل برضو بتاعتي. طبعا اللحمة مغسولة كويس جدا. تمام. رشة جنزبيل، طبعا هعقم المية بتاعتي بالجنزبيل، جنزبيل بودر. وهنزل طبعا برشة بابريكا برضو و... والقرنفل وجوزة الطيب مطحونة وكباب صيني مطحون وحبهان طبعا وبصل بودر وتوم بودر. بس كده في الشرب. طبعا هحط كده رشة بسيطة من كل حاجة، وهسيب المية تغلي وهنزل باللحمة. تمام. طبعا اللحمة مغسولة كويس جدا ومصفية، ولازم اللحمة تتغسل طبعا عشان طبعا تبقى مكشوفة عند الجزار وكده. حتى لو حطها في الفريزر برضو خرجيها وتتغسل برضو. تمام كده هسلقها طبعا، وهنستخدم برضو الشوربة بتاعتها. خلاص كده استوت اللحمة 3/4. هنا طبعا معلقة زيت، وهنزل بالدهنة اللي معايا دي. طبعا الدهنة دي طبعا انا شايلاها عندي في الفريزر. تمام. بديهالك فوق اللحمة، قطعتها كده مكعبات وهنزل بيها. تمام، وحمرها وتاخد لون، وبرضه هتسيح وتنزل دنيا. هنا معايا طبعا قرنين شطة، احمر واخضر. تمام كده خلاص طبعا. خدت لون معانا. هنزل بالبصلاية كبيرة، مقطعة مكعبات، وهنقلب برضو لحد ما البصل معايا يتبل. تمام. تمام كده، حطوا لايك. طبعا هنزل بالقرنفل مع البصل. انا بحب برضو انزل بالتوابل بالتدريج. بصوا رشة بسيطة كده، بابريكا وجوز الطيب المطحونة وكباب صيني مطحونة، ورشة جنزبيل برضو، فلفل اسمر. عايزة اقول لكم الريحة جميلة قوي، ان طبعا احنا طابخين الطبيخ بتاعنا اللي هي بتتجاب من عند الجزار. تمام. هنزل كده بالقرنين الاخضر والاحمر، قرنين فلفل او قرنين شطة الموجود عندك. تمام كده هقلب شوية. هنكون طبعا في الوقت ده مجهزين عصير الطماطم.
مجهزة طبعا هريسة الشطة، بتخلي الأكلة دي تحفة بجد. نقلب طبعا باستمرار والبوتاجاز يكون عالي برضو. كده خلاص خدت لون. هنزل بعصير الطماطم، وهحط معلقة سكر صغيرة ورشة ملح، وهسيبهم طبعا يغلوا على البوتاجاز، وهنرجع بعد ما تتسبك طبعا معانا. طبعا هنزل بشوية كده شوربة، وهسوي طبعا كل ما تنقص كده هننزل بشوية شوربة لحد ما الصلصة معانا تتسبك. كده هنزل بهرسة الشطة معلقتين كبار حلوين كده. طبعا معانا الطاجن، وحطيت طبعا شرايح البطاطس. وبصوا الصلصة انا مخليها طبعا مش مش تقيلة، تمام. تخليها خفيفة عشان طبعا هتدخل لسه الفرن، والبطاطس كله يستوي في بعض، تاخد سوا كامل. وهنزل طبعا بباقي الصلصة بتاعتنا، والطاجن ده هيتقل ويبقى زي الفل زي ما شفتوا في اول الفيديو. طبعا مولعة برضو الفرن وهدخلها الفرن، هتستوي والبطاطس تبقى زي الزبدة كده واستوت. كده خلاص تولعي الشواية من فوق. بعدين بصوا انا حديتها غلوة كده على البوتاجاز قبل ما ادخلها الفرن، تمام، يعني 10 دقايق كده ودخلتها الفرن. بصوا بقى، عايزة اقول لكم جميلة قوي، وعايزة كده الصلصة خفيفة وجميلة قوي، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة. وهنا الرز برضو جميل قوي قوي. ده كان فيديو النهاردة، ايه رأيكم بقى؟ جربوها يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كرس يشترك. عملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. ده كان فيديو النهاردة. بصوا عايزة اقول لكم تحفة، والريحة جميلة والطعم يجنن. اكل الطاجن ده تحفة بجد، بيدخل القلب على طول، واللحمة مستوية وزي الفل. بصوا كده، ايه رأيكم بقى؟ بجد جميل قوي قوي. ده كان فيديو النهاردة حبايب قلبي. بصوا الفيديو جميل قوي قوي بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.